هذه روح الروح، كنت أجلب لها كل ما تطلب مني. هذا ما قاله الأب المفجوع بالأمس في غزة وهو محتضن بين ذراعيه ابنته الاحتضان الأخير في الدنيا. هو لا يصدق أنها فارقت الحياة، يحاول إنعاشها، يشمها شم الريحان، يداعبها وكأنها نائمة، يمشط شعرها بأصابعه، يضع وجهه على وجهها، يستنشق طويلا وكأنه يملأ رئتيه بعطر ريحها، يقبلها ويقبلها ويقبلها وكأنه لا يشبع منها. كيف وهن المؤنسات الغاليات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت فاطمة وقف وقال: هي بضعة مني. والله لقد أبكانا هذا الرجل. أما رأيتم كيف فتح عيناها البراقتين قبلهما لعلها تنظر إليه وتبتسم لأبيها؟ هو لا يصدق أنها لن تفتحهما بعد اليوم. كلما أخذوها منه ليكفنوها ويحضروها أعادها من جديد واحتمى بحضنها غير مبال بما يدور من حوله. يا الله، ما أصعب هذا الموقف. الرجل لم ينهار ولم يبكي، لكنه أبكانا وأبكى جميع العالم. ووالله لو جمعت كل دموع أهل الأرض ما وفت هذا الرجل ما ألم به وما في داخله من الحزن والأسى. إخواني، تذكروا هذا الموقف وأنتم تلاعبون أبناءكم وتتأفأفون من ضجيجهم. تذكروا هذه الطفلة حينما تقفون أمام منتج داعم لهؤلاء الذين لم يوفروا الأطفال الأبرياء. هؤلاء أطفال غزة، بأي وجه سنلقى الله وقد تركنا نجدتهم؟ ماذا سنقول لربنا بربكم؟ ماذا سنقول لربنا؟ والله لقد أسرونا ودمروا جميع ما في داخلنا فلم يعد للحياة من طعم. عذرا يا صغيرتي، هذا عالم منافق. كان منذ يومين يحتفل بيوم الطفل وقد أباد أكثر من 5000 طفل في غزة. عذرا يا صغيرتي، أمتي غدت صماء بكماء. لو كنت تغنين وتهزين بخصرك لاهتز كل العالم لأجلك، ولاحتفل العالم بك في منصاته وصفحاته، لكنك ارتقيت إلى من عنده تجتمع الخصوم. يا غزة، كم فضحت نفاقنا وضعفنا، وكم فضحت جبننا، كم أعطيت العالم دروسا حقيقية عن الصبر والصمود والإيمان والاحتساب. هذا الكوكب الأرضي بكل ما فيه عليه أن ينحني على أبواب غزة، وكل من أراد أن يدخل في يوم من الأيام إلى غزة عليه أن يخلع نعليه قبل أن يطأ أرضها، فهي أرض القداسة والطهارة. في كل شبر فيها شهيد، شهيد له رواية وله حكاية خذله العالم، لكن الله رفعه، لكن الله رفعه.